قبل أن نبدأ هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صادقة من القلب إلى كل أبناء المغرب الأحرار وإلى كل المتابعين الأوفياء لقناة ملاعب المغرب نيوز، القناة التي لا تكتفي بنقل الخبر بل تحوله إلى قصة وطن وتقرأ ما وراء الأشغال وتكشف كيف تتحول المشاريع الكبرى إلى رسائل سيادة ورموز لرؤية دولة تعرف جيدا ماذا تريد وإلى أين تتجه. مشاهد اليوم ليست عادية وليست مجرد لقطات لورش بناء أو آليات ثقيلة تتحرك في صمت. ما نتابعه اليوم هو فصل جديد من كتاب مغربي يكتب بهدوء ولكن بثبات، فصل يؤكد أن هذا البلد اختار طريقه بنفسه ولم يعد ينتظر تصفيقا ولا اعترافا من أحد. لسنا أمام مشروع عابر ولا أمام منشأة ستذكر في الهامش، بل أمام محطة مفصلية في مسار البنية التحتية الرياضية بالمغرب، محطة ستعيد ترتيب خريطة الملاعب في القارة الإفريقية من قلب التراب المغربي ومن مدينة عاشت لسنوات بعيدا عن الأضواء. تخرج بن سليمان اليوم من الظل لا بالضجيج ولا بالشعارات بل بورش عملاق يعلن عن نفسه بالفعل لا بالكلام. أكبر ملعب في إفريقيا. هنا لا يبنى ملعب فقط بل ترسم ملامح مرحلة جديدة، مرحلة تؤكد أن المغرب لم يعد يشتغل بمنطق رد الفعل بل بمنطق المبادرة والريادة وصناعة الفارق. منذ انطلاق الأشغال كان المشهد واضحا: ورش منظم بدقة، آليات تعمل بتناغم، ومهندسون وتقنيون مغاربة يثبتون أن الكفاءة تصنع في الميدان. عام 2027 لن يكون مجرد تاريخ بل لحظة فاصلة، وعند افتتاح ملعب بن سليمان سيكون ذلك إعلاما رسميا لدخول المغرب مرحلة جديدة من القوة والابتكار. ومن هنا من ملاعب المغرب نيوز نعدكم بمواصلة نقل الحقيقة ومتابعة كل الورش وتسليط الضوء على كل خطوة تكتب في سجل هذا الوطن. نلتقي قريبا مع مشروع جديد.